السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين تربية الطيور مع الحواشي، أهلا وسهلا بكم. طبعا بفضل الله احنا النهاردة في العمر 26 يوم زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا جايين بقى نتكلم مع بعض عن حاجة مهمة جدا. طبعا احنا عارفين احنا في البرد والأيام ده كله والكتمة والكلام اللي بيحصل ده كله ممكن يعمل مشاكل، ولو انت برضو جيت هويت الحرارة سقطت أو حاجة ممكن يعني ايه يحصل إسهالات. والإسهالات لو استمرت في الجو ده تبوظ النشارة، تعلي نسبة الأمونيا. ممكن كمان ذات نفسه الفرخ ذات نفسه يعني ايه اللي الاكل اللي بياكله بيسهل، فالاكل مش باين عليه، فده كله بيعمل مشاكل زي ما انتم عارفين. فاحنا جايبين لكم علاج بشري كويس جدا بفضل الله، احنا مجربينه كتير في الدورات يعني ما شاء الله. يعني هو بيعالج، يعتبر كوليستيريديا، بيعالج الاسهال 3 4 ايام بيقطب زي ما هوري حضراتكم كده في الارض. كان عندنا ابتدى يظهر ايه نتيجه لكسر درجه الحراره، كنا هوينا زي ما انتم شايفين كده، فتحنا الباب فالفراخ الحراره ابتدت تسقط في الايام البرد اللي فاتت ديت، فبقى يبقى عندنا ايه اسهال. انا اسف يعني في اللفظ، فيه زي بزقه كده او التصويره كلها ميه، والاسهال كان ابتدى يبقى اخضر. فده حاجات ايه زي ما بيقولوا ايه تخض في العمر بتاع من 21 ل 25. ربنا يستر بقى، انتوا عارفين عشان المناعه والكلام ده كله. فعلى طول يعني اول حاجه جت في دماغنا ان احنا نتدخل معاهم بعلاج البشري اللي موجود معانا ده. هو شكل الشريط اهو، ده شريط ستريبتوكين بشري عشان بس الناس تبقى عارفه. ستريبتوكين بشري، احنا بنحط الحبايه على 4 لتر ميه ما شاء الله 3 ايام بفضل الله. التصويره اللي كانت خضراء وكانت مبهدله الدنيا، يعني عاوز اقول لكم ما شاء الله، هوريكم انا التصويره دلوقتي يعني. انا اسف اعزكم الله يعني حاجه زي دي كده كانت خضراء خالص، دي كانت اسهال. ما شاء الله ابتدت تبقى جامده اهي، ابتدت اهي. طب انا بقى دلوقتي انا عالجت بالستريبتوكين منين بقى؟ عرفت ان العلاج ما شاء الله عمل نتيجه او كده. ودي من الحاجات المهمه ان الناس لازم تبقى عارفاها. طالما انت اديت علاج، اعرف بعد يوم اتنين بتبان ايه العلامات اللي هتبان في الارض والكلام ده كله. اولا انت بتلاقي التصويره بتاعتك في الاول بتبقى خضراء واسهال، بعد كده تلاقي التصويره التالت تبقى جامده، شويه شويه بتلاقي التصويره نصها بيبقى لونه اخضر ونصها يرجع للون الطبيعي للعلف زي اللي قدامكم دي كده. هحاول بس اوريها لكم يعني اعزكم الله. هي فيها نص خضار والنص التاني ابتدى يبقى طبيعي، فايه عارفه كأن فرخ المعده بتنضف، الدنيا كلها بتبقى تمام زي ما انتوا عارفين يعني. فده عشان تدل، فاحنا قلنا نعرف الناس عشان لو حد بقى لا قدر الله جاله برضه الاسهالات دي مش عارف ايه، الفراخ التلات هتفرق والكلام ده كله. ستريبتوكين يا جماعه تاني، حبايه على 4 لتر ميه 3 ايام متواصل بفضل الله تمام. مش هنوصي الناس في العمر ده لازم ندي البروبيوتيك ورافع المناعه، ضروري جدا 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 في الايام ده عشان الامراض اللي منتشره، ربنا يستر على الناس كلها. ركز في رفع المناعه، نقلل من استخدام المضادات الحيويه. انا لولا ان ظهر عندنا الاسهال ما كناش استخدمنا الاستريبتو كده عشان نبقى متفقين. احنا زي ما قلنا بنشتغل على البروبيوتيك، معانا باذن الله بكره هتنزل اخر جرعه كوكسيديا كوليستريديا 3 ايام، وباذن الله من عمر ال 30 هنوقف ونشتغل بروبيوتيك لغايه ما نبيع عشان الطعم وعشان الفراخ تبقى كويسه. وبرضه ما ننساش بقى الرونكس رافع المناعه، اللي هي سيلينيوم كويس جدا يا جماعه. فيتامين سي دلوقتي احنا ما احناش في الحر يعني، فاللي هي سيلينيوم كويس، وزي ما انتم شايفين بالصلاه على النبي كده ما شاء الله يعني حاجه زي الفل. متوسط الوزن ما شاء الله كويس جدا يعني الحمد لله. وزي ما قلت لكم احنا قلنا بس الستريبتوكين، وتاني مره اوريكم اهو الشريط اهو بتجيبه من الصيدليه البشري كويس جدا 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 زي ما قلت لكم اهي. بصير اشوف شكلها عامل ازاي. الحمد لله يعني ربنا يصلح حال الناس. ومش هنوصيكم بقى تهويه ضروري جدا 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 في العمر ده يا جماعه، تهويه. ونخلي بالنا من حكايه الامونيا، لان الامونيا عاليه جدا بسبب الفرشه والكلام ده كله يعني، وانتم عارفين هي مشاكل بتقابل الناس كلها بالذات في تربيه البيوت يعني. فربنا يصلح حال الجميع. ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.